عايزك تفكر معايا ايه اخطر حاجة ممكن تطلع من انسان وهو غضبان؟ كلمة او دعوة او لفظ، صح؟ وحاجات كتير وقت الغضب بتحصل. بس لو دعوة طلعت من على عيالها، هل دي بتكون لحظة كافية ان احنا نحكم عليها، ولا ممكن يكون وراها قصة كاملة كبيرة احنا ما شفناهاش؟ في فيديو كان طلع صادم جدا. واقفة قدام الكاميرا بتدعي على عيالها، زي ما انت سامع وشايف بالظبط. الدعوات اللي هي بتدعيها مش عادية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ولادي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ياخد منكم ما يديكم يا بعض. الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم يا ولادي، لا في الدنيا لا في الاخره. انا غير راجع عنكم، انا غير راجع عنكم، انا غير راجع عنكم يا رب. تتحوجوا كده، تتحوجوا ما تلاقوش يا رب، تتحوجوا لعيالكم ما تلاقوهمش يا رب، يا رب يحوجوا لعيالكم ما تلاقوهمش. نطره بتنطر وايام جميله. الدعوات اللي هي بتدعيها مش عادية، دعوات تقيلة تخلي أي حد بيسمعها يحس بوجع في قلبه والله. وأي رد فعل لأي حد أول ما يسمع الكلام ده كلنا ممكن نكون عارفينه. إزاي بتقول كده؟ إزاي توصل للدرجة دي؟ إزاي تدعي على عيالها بالشكل ده؟ احنا متعودين نشوف الأم بصورة شبه مثالية، صورة الحنان اللي مش بيخلص وصورة الصبر اللي عمره ما بيضعف. فبمجرد ان الصورة دي تتكسر قدامنا احنا مش بنستغرب ولا بنقول ايه ده، ايه اللي بيحصل. احنا بنرفض الموضوع وبنقول انه ما ينفعش نشوف رد فعل زي ده من اي ام. بس خلينا نستنى لحظة قبل ما نحكم. عايزك ترجع شوية للفيديو بتاع الام وتركز كويس في الكلام ونبرة الصوت بتاعتها. هل ممكن يكون التعب باين فيه؟ هل دي ست بتتكلم بقسوة بس، ولا ممكن تكون بتصرخ من جواها مش لاقي حد يسمعها؟ لان في فرق صدقني كبير جدا بين الاتنين. في ناس بتأذي لانها وصلت لمرحلة هي خلاص مش قادرة انها تستحمل اكتر من كده. معلش بس نسيت البس خواتمي، ممكن البسهم؟ شكرا. اللي حصل بعد انتشار الفيديو هو اهم حاجة. الفيديو اتنشر والناس طبعا زي كل مرة وزي ما احنا بنقول على طول الناس بدأت تحكم بسرعة، شتايم وهجوم وازاي دي وشكلها عمرها ما خلفت ولا تعرف يعني ايه حنان. كل الناس اتفقت في لحظة واحدة ان الست دي وحشة جدا. بس ممكن اقولك ان الصورة شبه اتغيرت شوية لما الست طلعت تاني، بس المرة دي مش بنفس الشكل. طلعت وهي بتعيط ومنهارة، صوتها كان مكسور، وبتقول ان اللي حصل ده كان لحظة غضب، انها تعبت وتحملت كتير لحد ما خرج منها الكلام ده، يعني زي ما هنسمع دلوقتي. 8 سنين زي ما قلبهم طوعهم ان يرموا امهم في المستشفى ما يسالوش فيا، زي ما قلبهم طوعهم ان امهم في العمليات وما يعرفوش عني حاجه. شفت التحول؟ نفس الشخص بس مش نفس الحالة ونفس رد الفعل. ودي بقى النقطة اللي احنا بنغفل عنها دايما. احنا بنمسك أسوأ لحظة في حياة أي حد ونقرر وقتها ان هي دي تعريفه كله مهما كان مر عليه الزمن. بس الحقيقة ان كل شخص فينا عنده شخصية تانية بتظهر وقت الضغط والغضب. نسخة والله ممكن تكون غريبة عليه هو نفسه، حتى ممكن هو نفسه أول مرة يشوفها. علم النفس في حاجة اسمها الانهيار العاطفي، لما الإنسان بيبقى شايل وضاغط من نفسه جواه بقاله كتير قوي، كل يوم بيعدي عليه ضغط زيادة، مسؤوليات زيادة، مشاكل وتعب، إحساس إنه لوحده وتساب لوحده، لحد ما بيجي يوم كل حاجة بتخرج منه مرة واحدة، تخرج منه من غير أي فلترة، من غير عقل ولا وعي، زي أكنه واحد اتخدر دماغيا هو بيقول إيه وبيطلع. ودي اللحظة اللي يمكن الإنسان بعد ما بيقول الكلام ده ويرجع لنفسه تاني مش بيصدق إن هو نفسه أنا اللي قلت الكلام ده. وخلينا نكون صراحة مع نفسنا، احنا بنحط الأم في مكانة صعبة جدا جدا جدا. إن احنا عايزين الأم دايما قوية ودايما صابرة، دايما بتستحمل، دايما صح. بس محدش فينا بيسأل نفسه سؤال مهم: مين يستحملها؟ مين بيسندها؟ مين بيسمعها؟ لأن في الحقيقة في أمهات كتير جدا عايشين تحت ضغط رهيب محدش حاسس بيه، والضغط مش باين وبيعرفوا يخبوه بجد. وفي نقطة كمان مهمة جدا، ان الدعاء وقت الغضب ممكن يبقى ليه اثر كبير قوي، لان في تحذير مهم لما الانسان بيدعي وقت ما يكون متعصب، لان الدعوة اللي بتطلع وقتها ممكن تكون وراها وجع حقيقي محدش بجد حس بيه قبل كده، والمشكلة كلها انها وقتها ممكن تستجاب. والشيء ده بجد مرعب جدا لو فكرت فيه. تخيل بقى بعد ما كل ده خلص الام دي تقعد لوحدها وتفتكر انها دعت على عيالها. الاحساس كمان بقى بالذنب هيبقى اقسى من اي حاجة هي عملتها او اي حاجة هي هتقرأها على نفسها.
وبرضو دي حاجة احنا عمرنا ما هنشوفها. احنا دايما بنفكر في البداية واللي احنا شفناه وبنقول كل اللي احنا عايزينه، بس عمرنا ما بنفكر في النهاية. برضو هفضل اقولها لك في كل فيديو احنا ممكن نعلق عليه، ان الفكرة كلها مش بتبقى في الفيديو، الفكرة كلها في تعليقنا على الفيديو. احنا دايما طول حياتنا او خلاص بقينا شغالين على طول احنا الحكم وهنحكم بسرعة على كل اللي قدامنا واحنا صح بحكمنا، لان الحكم دايما يا جامد بيديك احساس يا جامد انت ان انت دايما فاهم وانت دايما صح الصح. بس الحقيقة الاغلب اللي انت في الاغلب دايما ما بتكونش عارفها ان احنا بنحكم على حاجة احنا ولا فاهمينها ومش شايفين اي حاجة فيها غير نص صورتها. النقطة اللي هكلمك فيها دلوقتي حالا مهمة جدا. في فرق كبير جدا من شخص سيء وشخص عمل حاجة سيئة. الفرق ده لو ما فهمناهوش هنفضل نظلم ناس كتير. عايز اسألك سؤال مباشر وترد عليا بسرعة. عمرك ما زعقت؟ عمرك ما قلت كلمة ندمت عليها؟ عمرك ما دعيت على حد او على نفسك وانت متعصب؟ طب لو اللحظة دي اتقالت قدام كاميرا واتنشرت كنت هتحب الناس تحكم عليك بيها؟ الحقيقة ان احنا كلنا عندنا لحظات ضعف والله، بس المشكلة كلها ان احنا مش كلنا وقتها بنتصور، مش كلنا بنتعرف او نتفضح او نقرر ان احنا نقول الكلام ده قدام الناس، مش كلنا بيتحكم عليه قدام الناس. خليني اضيف لك كمان حاجة مهمة. واحنا بنتكلم عن الموضوع دلوقتي حالا ناس كتير جدا حاولت توصل للحقيقة الكاملة، وفي ناس كتير طلعت وقالت ان العيال ظالمينها والعكس، بس في الحقيقة مفيش اي حد من ولادها طلع واتكلم زيها كده في فيديو وقال القصة كاملة والحقيقة. وده في حد ذاته نقطة مهمة جدا، لأننا كلنا عمالين نتكلم وندور ونقول من عندنا، بس أصحاب القصة الحقيقية محدش فيهم بيتكلم. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. هو احنا بنبني أحكامنا على مين؟ على ايه بالظبط؟ على أنهي واقع؟ ولا مجرد على تخمينات بس كده من عندنا؟ ودي بقى المشكلة الكبيرة في أي قصة بتتنشر، إنك أنت قاعد شغال بتحاول تملي فراغك. بالمعنى لو في اي حاجة مش مفهومة هتبقى انت خلاص المؤلف وهتفسرها على مزاجك. وهنا ده اللي بيحصل في الموضوع ده بالظبط. كل واحد فينا شايف القصة اللي بتحصل من زاويته، اللي متعاطف مع الام وشايفها ضحية، اللي شايف كلامها تقيل وشايفها ست قاسية جدا ومستحيل دي كانت تبقى ام وخلفت. بس في الحقيقة ممكن الاتنين في نفس الوقت يبقوا صح. تعالى كده نفتح مع بعضينا زاوية تانية خالص للموضوع. هل ممكن يكون في فجوة بين الجيلين؟ الام شايفه مثلا انها تعبت وضحت، والعيال ان هم شايفين ان ده اصلا واجب طبيعي، مفيش تقدير مفيش فهم، وكل واحد في الاتنين شايف نفسه صح. ومع الوقت الفجوه دي عماله تكبر وتكبر 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 لحد ما وصلت للانفجار اللي احنا شفناه. وفي نقطه معانا تانية بس اعمق شويه. احنا في مجتمعنا دايما وكل المعروف في حياتنا واللي بنتعلمه ان الام لازم تستحمل، بس محدش فينا بيقول ان الام ليها حد. طب ليها حق؟ طب بتوصل لنقطة معينة وبتقول خلاص أنا رصيدي خلص مش قادرة؟ هل الأم ليها ليفل معين للاستحمال زينا؟ ولا هل المطلوب دايما منها إنها تتحمل وتصبر وتعدي وتسامح؟ بس الحقيقة إن كل إنسان وليه طاقة حتى لو كان أم، ولما الطاقة دي بتخلص بنشوف اللي احنا شفناه عشان إنسان. صح؟ أنت نفسك ممكن توصل لكده عشان انت انسان. وخلينا نكون صراحة، مش بس كل الناس حكمت عليها بطريقة وحشة، لا، في ناس شافوا الفيديو قالوا احنا حاسين بيها. وده في حد ذاته مخيف على فكرة، لان في ناس كتير جدا ممكن يكونوا شايلين نفس الضغط بتاع الام ده ونفس الغضب ونفس الكبت ونفس الوجع ونفس الطاقة اللي خلاص قربت تنفجر، بس الفرق انهم ما صوروش نفسهم وخلاص قالوا الحقيقة، او ما تصوروش. فمش كل اللي باين قدامك دايما قوي وشادد حيله. في ناس قوية جدا قدامك صدقني بس ممكن تكون مكسورة بالكامل وانت ما تعرفش. وفي ناس بتفضل تستحمل تستحمل لحد ما تنهار فجأة، والانهيار ده صدقني من صورته اللي هتظهر قدامك مستحيل يكون كده وخلاص بقاله كام يوم. صدقني ده كبت لمواقف سنين محدش يعرف عنها حاجة. فتعال اتكلم معاك كده عن الموضوع بزاوية تانية كمان. هو احنا ليه بنتصدم لما الام بتغلط بس ما بنتصدمش بنفس الدرجة لما الأب بيغلط؟ هل إحنا بنحط صورة مثالية للأم أعلى من قدرتها البشرية؟ في نقطة مهمة بقى بعد السؤال ده. أخطر حاجة مش كل اللي اتقال في الفيديو، أخطر حاجة إن في ناس كتير جدا صدقني شافت نفسها فيه. فالمشكلة دي مش مشكلة فردية، دي مشكلة ناس كتير جدا وأمهات كتير جدا وسيدات كتير جدا أو ناس عندهم كبت كتير جدا. وفي سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا، هل العيال دايما صح ولا ممكن يكون في تقصير منهم؟
وهل الام دايما صح ولا ممكن تكون هي اللي غلط؟ الاجابه غالبا الصح اللي احنا المفروض نرد بيها ان الاتنين بشر، والاتنين ممكن يغلطوا. فلو انت متعصب اسكت، وده مش ضعف، ده قرار قوي والله ممكن تاخده، اقوى قرار في حياتك ممكن تاخده. ما تاخدش اي قرار وانت غضبان. لو انت اب او انت ام، حاول تفضفض قبل ما تنفجر. ولو انت ابن او بنت في سننا وعندك اب او ام كبار، حاول تسمع قبل ما تحكم. ما تحكمش على اي حد من فيديو واحد انت شفته له. وافتكر دايما ان كلمة واحدة وانت غضبان ممكن تعيش معاك طول العمر وتهد حياة كل اللي حواليك طول العمر. وفي ثقافة كده احنا محتاجين كلنا ان احنا نتعلمها في اي حاجة بنشوفها في حياتنا، وهي ثقافة التأجيل. أجل حكمك، أجل ردك، أجل غضبك، أجل الهجوم اللي انت عايز تهجمه لحد ما تفهم، لأن أسرع حاجة في الدنيا هي الغلط، وأبطأ حاجة هي الفهم. واحنا ساعات أو كتير جدا بنركز على مين الغلط وننسى سؤال مهم جدا: ليه الغلط ده حصل؟ وان المفروض السؤال التاني هو اللي مهم جدا: عشان ايه؟ عشان نمنع الغلط ان هو يتكرر. فالفكرة كلها من الفيديو اللي احنا شفناه مش عن ام واحدة بس او الام بالمعنى اللي احنا عارفينه. الفكرة كلها ان القصة دي عن كل بيت ممكن يكون فيه ضغط، عن كل انسان ساكت مش عارف يتكلم، عن كل انسان وصل لحافة الانفجار بس محدش شايفه او بيسأل نفسه عنه. ففي الاخر يمكن تكون الام غلطت، بس احنا كمان ممكن نكون غلطنا لما نحكم عليها من غير ما نفهمها، لان الحقيقة مش دايما اللي بتتقال، الحقيقة في اللي ورا اللي اتقال والكلام. فقبل ما نحكم نحاول نفهم قبل ما نهاجم ونستنى. افتكر ان كل واحد فينا انسان وليه لحظة ضعف، والسؤال الحقيقي مش الام غلطانة او لا او عيالها او لا، السؤال الحقيقي احنا هنعمل ايه وتعلمنا ايه بعد اللي شفناه واللي حصل، ولا هنكرر نفس الحكم اللي بنحكمه عن كل حاجة بنشوفها بسرعة زي كل مرة. ولو اللحظة اللي انت غضبت فيها انت تصورت او صورت نفسك ونزلت، تحب كل الناس تشوفك ازاي؟ لو وصلت لهنا وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا. زي ما قلنا سلسلة جميلة بنحاول نشوف فيها الاخبار اللي بتحصل وناخد منها فايدة صغنونة ونعلمكم منها حاجة. اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة، اتمنى اكون دايما بفيدكم وبقول لكم حاجة كويسة. ولو انت جديد اهلا وسهلا بيك، ونتمنى كل القادم يكون اجمل ويعجبكم. خدوا بالكم من نفسيكم عشان احنا مش عارفين الدنيا موديانا على فين، وخدوا بالكم من كل التصرفات الصغيرة قبل الكبيرة عشان الدنيا ما تبص منكم وتتلحوس. ماشي؟ مش عايزين لحوسة في الدنيا عشان الدنيا مش مستاهلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المرة الجاية. استنونا.